هنعمل مع بعض المشروب الرمضاني الخطير اللي هو الدوم. جميل جدا. هو بيتعمل من 3 مكونات. الدوم بيتباع كده من عند العطار، بيبقى مكسر كده. طبعا يصعب عليك كسره، لان زي ما انتم شايفين كده اهوت. كان زمان كنا بنقرقضه بسناننا لما كان في سنان واحنا صغيرين، زي ما انتم شايفين. لكن هو دلوقتي بيتجاب بالطريقه دي. بتجيبي نص كيلو او ربع كيلو، بتحطي كوبايه سكر وميه. بيتكون من 3 مكونات. اول حاجه طبعا الدوم معروف ومشهور بينظم ضغط الدم، وبينقي الدم طبعا، وبيخفض نسبة الدهون والكوليسترول، وبيبطئ الخلايا السرطانية، ينظف الكبد والكلى والطحال. من فوائده يعني كتيرة وعديدة واكتر من كده، بس هو في الطعم جنان. اول حاجة هنعمل ايه؟ هنغسل مبدئيا الدوم، لان بيجي بقى ايه، ممكن يكون فيه اتربة، ممكن فيه اي حاجة. بنغسله على المصفى كده اللي هي الضيقة، وبعد كده هو نحطه فيها صفي الميه بتاعته. بعد كده هنعمل. في ناس بتنقعه ليله كامله، يعني تحط له ميه وليله كامله، وبعد كده تديله. الغلي الكتير في قلب الدوم بيديله نتيجه عكسيه، بيحصل له مراره. فاول حاجه هعملها بعد ما اغسل الدوم واحط بقى ايه الكوباية السكر دي كرمل. وممكن بطريقة تانية ما كرملهوش وتنقعيه ليلة وبتغليه تاني يوم وبتسكريه عادي. وبتحطي لتر الأول مية يغلي، وبتضيفي بعد كده بعد ما بتصفيه تضيفي الكمية التانية، بس يكون مية ساقعة، بحيث ان ايه تظبطي الدنيا معاه. تعالوا نشوف هنعمل ايه. ادي الحلة زي ما انتم شايفين ناشفه من الميه. هنحط لها كوبايه السكر ونسيبها تكرمل. اول ما بيبقى حوالين منه كده بيكرمل، ابتدي بقى في الحاله دي اقلبه زي ما انتم شايفين كده. اللون ده بالنسبه لي كويس. هحط بقى الدوم بعد ما غسلته، وشك كده بيغلي جوه نفسه. نقلب كويس جدا مع الكرمل، الدوم مع كراميل كده. واحنا محضرين ميه سخنه. هنحط لتر في الاول، وبعد كده ايه لما يغلي غلوتين اطفي عليه واحط اللتر ايه الميه العاديه. بعد ما قلبناه تقلبتين في الكراميل، هبتدي احط له اللتر الميه بتاعته. زي ما انتم شايفين كده عدى نص ساعه بقى لونه بالطريقه دي. هطفي عليه واسيبه يهدى واصفيه. وادي مشروب الدوم في غاية الجمال زي ما انتم شايفين، وكله فوائد، وبينظم الضغط والدنيا تمام زي ما انتم شايفين. طبعا تركيزه ده كده مظبوط، يعني لا كتير ولا قليل. بنحط احنا على النص كيلو لترين ميه. لو حبيتي تخففي زي ما انت عايزه، حطيتي كوبايه ونص تكرمليها بدل الكوبايه، بيبقى برضو مظبوط على حسب السكر اللي انت عايزاه. دمتم في رعايه الله، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.